السلام عليكم، شلونكم حبايبي الحلوين؟ اليوم جايب لكم فلوق جديد وبمكان جديد. هذا المكان انفتح باخر فتره باربيل، يعتبر من احد اجمل الاماكن اللي فتحوا. اغلب الوكالات العالميه بالمطاعم فتحت هنا، واولهم الشيف بوراك، واكو بعد هواي وكالات. الحلو بالمكان انه بيه اكثر من بوابه، عندك هاي بوابه وبعد اكو 4 بوابات على الشارع العام سيارات، وبعد اكو جاجات سيارات، عندك جاجات داخليه. اول بوابه حتلاقيه تخيل من تخلي سيارتك بالجراج تصعد فوق، اول شيء حيلاقيك هذا المنظر، هاي مال التنس، وراح تشوف هاي المنظر اللي قدامك. فتعالوا خلينا نكمل فلوقنا داخل هذا المكان ونشوف شنو بعد موجود جوا ونصور لكم اياه. طبعا انا اليوم جيت من وقت، يعني جيت العصر، عم اقدر اسوي لكم بعض الاماكن يعني بالليل حتكون كلش مزدحمه، بس بنفس الحاله هم راح اصور لكم بالليل الاجواء هنا شلون تكون، لان لازم انطيكم التفاصيل من العصر للي حتى تعرفون شو وقت تجوها. بس راح ناخذكم فره بهذا المكان، نشوف هذا المكان هل فعلا يستحق هاي الضجه اللي صارت عليه، ونقيمه سوا. طبعا لقيت شيء كلش حلو بهذا المكان، انه هو فتحوا اكاديميه ريال مدريد باربيل، يعني ريال مدريد صاروا عندنا. هذا المكان يفيد اللي يحبون تصوير الذات، سنابات، يحبون الاماكن الراقيه، الكوفيهات الحلوه، الوكالات.
الحلو بالمكان القعدات الخارجية، الترتيب، الديكورات، يعني تحس نفسك بأجواء أوروبية. واحنا نعرف اكو فئتين من الناس، الفئة تحب هيج أماكن وفئة لا تحب الأماكن العادية، فأنت من يا فئة اكتبوا بالتعليق. لأن كل سبل الراحة موجودة هنا، يعني من تطور، من جمال، من أعمار، يعني شكو شي حلو ببالك تحب تشوفه بالخارج راح تلقاه بأربيل. فاللي مو زاير أربيل قبل أنصحكم تزوروها وتزورون هاي الأماكن الحلوة، لأن والله تفوتكم. المكان يصير بأربيل، عنكاوة، طريق بحركة، يصير على الشارع العام على طريق بحركة، كلش قريب ما يتيه. المكان مو مجرد إنه مجمع عادي، لا يعني شكو شي ببالك تحبه موجود. مطاعم، كوفيات، ماركات عالمية، حتى الرياضة إذا كنت رياضي هم راح تلقاه هنا. مثل ما تشوفون هذا اللي ورايا هو عبارة عن مكان كبير يخص الرياضة، هم ناخذكم جولة بيه تعالوا. الشيء المو حلو هنا ما قدرت اصور بالكاميرا، طبعا لازم اجيب تصريح، والتصريح لازم اروح الصبح اجيبه، فما كان عندي وقت لهالشيء، فاضطريت اصور بالتليفون. وكنت محضر فعاليات واجواء حلوه، بس للاسف ما قدرت اصورها، فان شاء الله نخليها على غير اماكن. هنا وصلنا حبايبي لنهايه الفيديو، اتمنى اذا عجبكم الفيديو تخلون لايك، وانتظرونا بسلسله كلش قويه باماكن كلش حلوه ان شاء الله اخذكم عليها. الى اللقاء.